احنا توا نعتقدوا اللي المستقبل هو ليزابليكاسيون وللديجيتال وللذكاء يعني الاعلاميه والذكاء في هذا المجال بالذات، وايضا تطويعها لكل المجالات اللي تخدم المواطن بصفه عامه وتطور الحياه نتاعو. احنا اخترنا النقل ان نستثمروا في تطوير النقل عبر التطبيقات هذه، واخترنا ايضا انه نعملوا تحالف بين النقل وبين الثقافه في فضاء هاكم تشوفوا فيه، وفضاء اثري وتاريخي وعنده يعني اشعاع كبير وعنده تاريخ كبير. ومنه هو احنا اليوم حبينا نوصلوا رساله اللي راهو العمق الثقافي متاعنا هو اللي باش نستمدوا منه المشاريع متاعنا للمستقبل بالشباب التونسي. الثقافة اليوم حسب رأينا الاستثمار فيها كشباب وكأصحاب مؤسسات، الاستثمار فيها هو حاجة حيوية. باش هالمهرجانات هذه تتواصل وتكون عندها إشعاع وقادرة أنها تستقطب أيضا الشباب وتستقطب المواهب وتطورها. وهذا مهرجان حسب ما نعرف هنا متوجه للمسرح ومتوجه للمبدعين في الجانب هذايا، يعني الإبداع الركحي. احنا مهتمين بهذايا ومهتمين بتطويره وبتشجيعه، وإن شاء الله هذه السنة البداية، ولكن إن شاء الله باش تكون مشاريع في المستقبل باش نطوروا بها ان شاء الله النشاط نتاعنا وايضا حضورنا في المجال الثقافي ان شاء الله.